فيلمنا بيبدأ مع الجنرال روس اللي بقى واحد من المرشحين للرئاسة الأمريكية، لكن بسبب مضيمة هالك في الأجزاء اللي فاتت فكان في علامات استفهام كتير حواليه. بس في النهاية روس بيكسب الانتخابات وبيوعد الشعب إنه اتغير وإنه مش الشخص القديم. وبيكون روس أحيانا كتير بيتعصب، ده غير إنه بياخد حبوب غريبة كده من وقت للتاني. وبيعدي على الكلام ده 5 شهور وبنشوف كابتن أمريكا الجديد اللي هو سام ويلسون اللي بيكون بيخلص مهمة في دولة المكسيك، وبيكون الهدف بتاعه إنه يرجع كبسولة فيها مادة خطيرة اتسرقت من اليابان. واللي بيكون مكلفه بالمهمة دي هو روس رئيس أمريكا. وبيروح سام للمكان اللي فيه الكبسولة وبيبدأ يهاجم العصابة اللي كانت سارقة الكبسولة وبيخلص عليهم بكل سهولة. وبيعرف بعد كده إن في رهاين في المكان، فبيقرر إنه يروح ينقذهم قبل ما يخلص المهمة بتاعته. ولأن الكبسولة دي مهمة جدا فساعتها بيجي واحد اسمه خواكين يساعد سام، وده يبقى فالكون الجديد بعد ما سام بقى هو كابتن أمريكا. وفعلا بيقدر سام إنه يخلص على أفراد العصابة اللي كانوا محتجزين الرهاين، وبيشوف زعيم العصابة اللي اسمه فولكر، وبيكون سام هيقبض عليه، لكن فولكر بيكون معاه جندي قوي جدا. وبتبدأ معركة قوية بينه وبين سام، لكن سام بيقدر يكسبها في النهاية بعد معاناة. في الوقت ده بيكون خواكين قدر إنه ياخد الكبسولة من العصابة، وبكده تبقى المهمة نجحت. لكن للأسف مش بيقدروا إنهم يقبضوا على زعيم العصابة. وبعدها بيقرر سام إنه يمرن خواكين عشان يكون متمرس أكتر في استخدام البدلة وفنون القتال. فبيروح معاه عند إسحاق، وده يبقى ملاكم محترف متقاعد، وكمان واخد مصل الرجل الخارق زي اللي كابتن أمريكا أخده زمان، واتعمل عليه تجارب كتير من الحكومة وفي الآخر سجنوه، بس طلع من فترة قريبة. وفعلا بنشوف قوة إسحاق الرهيبة. لكن أول ما بيروح سام لإسحاق بيجيله مكالمة مهمة من راس، وبيتضايق إسحاق بشدة لما بيعرف إن سام شغال مع الحكومة، وده بسبب المشاكل اللي عملها روس مع سام قبل كده، وإنه فكك فريق الأفنجرز. وده غير إن روس يبقى السبب في عمل التجارب على إسحاق، وبعد كده حبسه لفترة طويلة في السجن. لكن سام بيحاول يقنعه إن روس اتغير وما بقاش زي الأول. وبيكون سبب اتصال روس أصلا إنه كان بيطلب من سام وخواكين إنهم يحضروا حفلة هتتعمل في البيت الأبيض. فبيقول سام لروس إنه مش هيحضر إلا لما إسحاق يحضر معاهم الحفلة دي، كنوع من أنواع الاعتذار ليه عن اللي حصل له قبل كده. وفعلا بيروحوا هما التلاتة الحفلة اللي معمولة في البيت الأبيض. وأول ما بيدخلوا بيتصوروا مع بعض صورة سيلفي بتليفون خواكين، وإسحاق بيطلب منه إنه يبعت له الصورة دي، لكن تليفون إسحاق بيكون مش شغال حلو لسبب ما. المهم بقى إن روس بيتكلم مع سام على انفراد وبيشكره على المهمة الأخيرة اللي خلصها بنجاح، وبيطلب منه يعيد تشكيل فريق الأفنجرز من تاني، وده لأن البلد محتاجاه. فبيستغرب سام من طلب روس لأنه كان السبب في تفكيك فريق الأفنجرز أصلا، لكن روس بيقنعه إنه اتغير وإنه هيقف في صفهم. بس سام بيرفض في الأول طلب روس لأنه خايف إن فريق الأفنجرز الجديد يبقى تحت تحكم روس. فروس بيقول له عايزك تفكر في الموضوع كويس وبعدها رد عليا. وبعد ما بيخلصوا كلامهم بيطلعوا على الحفلة اللي فيها ناس مهمة من كل حتة في العالم، زي رئيس وزراء اليابان اللي بيشكر سام على التعاون وإنه رجع له الكبسولة المسروقة. بعدها بيبتدي روس يتكلم وبيشرح إيه بقى اللي جوه الكبسولة دي وليه هي مهمة قوي كده. والموضوع ما فيه إن الكائن الكوني العملاق اللي مات في المحيط الأطلنطي في أحداث فيلم إيترنالز فضلت جثته هناك، وبدأت الدول تحاول تستفيد منها بأكبر شكل ممكن زي أمريكا والهند وفرنسا واليابان. واكتشفوا إن جثة العملاق ده مكونة من معدن قوي جدا اسمه الأدامنتيوم، وده معدن أقوى من أقوى معدن موجود على وجه الأرض. والكبسولة دي بقى كان فيها أول كمية تم استخراجها من المعدن ده من دولة اليابان. وبيدعو روس كل دول العالم إنهم يعملوا اتفاقية تنظم العلاقة بين الدول والمعدن ده، بحيث إن الكل يستفيد منه من غير ما تحصل عليه أي حروب. لكن وقت ما روس بيتكلم بتحصل حاجة غريبة. فجأة إسحاق بيخرج عن السيطرة وبيطلع مسدس وبيضرب نار على روس وبيحاول إنه يقتله، بس لحسن الحظ مفيش ولا رصاصة بتيجي فيه. وبيبقى مش إسحاق بس اللي اتجنن، لأ ده في أكتر من واحد من الناس اللي موجودين كلهم حصل لهم نفس الموضوع. وبتقوم معركة قوية بين سام وإسحاق، ولكن بعد كده بيطلع إسحاق يجري من البيت الأبيض، وبيكون سام بيطرده ومعاه شوية من رجال الأمن. وفجأة بيقف إسحاق وبيكون مش فاكر أي حاجة من اللي حصلت من ساعة لما هاجم على راس. فبيحاول سام إنه يهديه، لكن بيكون فات الأوان، وبيجي رجال الأمن وبيقبضوا على إسحاق بتهمة محاولة قتل رئيس أمريكا. فبيروح سام يتكلم مع روس وبيحاول يقنعه إنه يخرج إسحاق من السجن، وده لأنه متأكد إنه ما كانش بيحاول يقتله ولا حاجة، وإن الموضوع أكبر من كده بكتير. لكن طبعا روس بيرفض، وبيكون عين واحدة جديدة اسمها روز، ودي تبقى مسؤولة الأمن الجديدة عنده، وبيكون سام مش مرتاح لها. وفي الآخر
الآخر روز بيقرر إنه ينهي التعامل مع سام وبيقول له أنت مش هتحقق في القضية دي وإحنا مستغنيين عن خدماتك. وبعدها بيروح سام عشان يتكلم مع إسحاق في السجن، وبنكتشف إن إسحاق ما كانش قصده يحصل كل ده وإنه ما كانش في وعيه وإنه أصلا مش فاكر أي حاجة من اللي حصلت. فبيحاول سام يعرف منه لو في أي حاجة غريبة حصلت اليوم ده، فبيقول له إن ساعتها تليفونه كان فيه مشكلة غريبة قوي. وبيمشي سام من السجن وبنكتشف إن روز كانت بتراقبه بأوامر من روس. ولما بيروح سام العربية بيتكلم مع خواكين وبيكتشفوا إن إسحاق وكل الناس اللي اتجننت فجأة الموبايلات بتاعتهم عملت ضوء غريب وبعدها بدأوا الهجوم. وفي وقت ما سام ماشي بالعربية فجأة بيتم الهجوم عليه من فولكر وبيفجر عربيته، لكن سام بيطلع منها من غير ما يحصل له حاجة وبيدخلوا بعد كده هما الاتنين في معركة عنيفة جدا. ساعتها سام بيتصاب، لكن وقت القتال بيعرف سام إن فولكر بيحاول يخلص عليه دلوقتي، وده لأن الراجل اللي كان هيشتري كبسولة منه لما سام بوظ العملية قال له أنا هدفع لك الضعف لو قتلت سام. وبعد قتال عنيف بينهم بيقدر سام إنه يضرب فولكر وبيخليه يغمى عليه. ساعتها تليفون فولكر بيرن وبيكون المشتري هو اللي بيتكلم مع سام وبيقول له استعد للي جاي. وبعدها بيرجع سام للمقر بتاعه وبيدي التليفون لخواكين وبيعرفوا المكان اللي اتعملت منه المكالمة، ودي قاعدة عسكرية اسمها إيكو 1 والمكان ده كمان سجن سري. فبيستعد سام وخواكين إنهم يروحوا للمكان ده، وفعلا بيروحوا له وبيقدروا إنهم يتسللوا للسجن السري اللي جوه القاعدة العسكرية، لكن السجن بيكون فاضي ومفهوش أي حد. فبيقعدوا يفتشوا فيه وبيلاقوا ملفات لبعض الجنود من ضمنهم إسحاق وكمان ملف الروس، وكمان بيلاقوا علبة فيها حبوب زي اللي بياخدها روس. بس في الوقت ده بيكون حصل اختراق للسجن اللي فيه إسحاق وبقية الناس اللي اتجننوا، والاختراق ده حصل على إيد واحد من الجنود اللي جوه لأنه اتغسل دماغه هو كمان وقتل كل الناس اللي اتجننت ما عدا إسحاق. وبتبقى روز هناك لكنها مش بتعرف تلحق الموقف، بس بتنقل إسحاق للسجن الانفرادي علشان تحمي حياته. وفي الوقت ده بيتصل بيها روس وبيقول لها إن حصل اختراق لإيكو 1 وإنها لازم تروح تشوف اللي بيحصل. وبنرجع لسام اللي بيلاقي قدامه شخص شكله غريب واللي بيبقى اسمه صامويل وهو اللي ورا كل ده. وصامويل كان زمان دكتور جامعي مشهور وذكي، لكن في مرة من المرات اختلط دمه بدم هالك وساعتها أشعة جاما أثرت في جسمه، بس بدل ما تديله قوة جبارة ادت له ذكاء خارق. وروس لما عرف الموضوع بدل ما يعالج صامويل ويشيل الإشعاع من جسمه عرضه لجرعات إشعاع أكبر علشان يبقى أذكى، وفضل حبسه لمدة 16 سنة علشان يستفيد من ذكائه الجبار. وبيحاول سام إنه يوقف صامويل، لكن صامويل بيبقى مصر يكمل خطته. فبتبدأ معركة بين سام وخواكين وأتباع صامويل لحد ما بتيجي روز وبتساعدهم وبيخرجوا كلهم من السجن. بس ساعتها بيكون في أمر من روس للجيش بالقبض على سام وخواكين، وبتحاول روز إنها توقف الجيش لكن من غير أي فايدة وفعلا بيقبضوا عليهم. لكن فجأة بتشتغل الأغنية اللي بتخلي صامويل يتحكم في عقول البشر وبيتحكم في جنود الجيش وبيحاولوا يقتلوا سام، لكن بمساعدة روز بيهربوا هما التلاتة. وبنشوف إن روس راح اليابان عشان يحسن العلاقات ويعملوا الاتفاقية، لكن اليابان بترفض بسبب اللي حصل في الحفلة في البيت الأبيض. وساعتها بيقرر روس إنه يبعت طيارات وأسطول لمكان الأدامنتيوم علشان يسيطر عليه، وده بعد ما عرف إن اليابان بتحاول تسيطر عليه هي كمان بالقوة. وساعتها بيتعصب روس من تاني أثناء ما كان بيتكلم مع المساعدين بتوعه، والمرة دي بيضرب الترابيزة وبتكون ضربة قوية لدرجة إنها بتسيب أثر فيها. وبنشوف سام واللي بيروح للمكان المسجون فيه فولكر وبيعرف منه بعض المعلومات عن صامويل، وبيدي سام لقائد هناك هو واثق فيه الحبوب اللي لقوها في مختبر صامويل وبيطلب منه يحللها ويعرف ايه اللي جواها. وفي الوقت ده سام بيعرف اللي بيحصل بين أمريكا واليابان، فبيروح بسرعة مع خواكين وروز علشان يلحقوا الموقف. وروز بيبقى متعصب قوي من وجودهم، فبيتكلم سام مع روز على انفراد وبنعرف ساب حبس روز لصامويل. في الحقيقة كان قلب روز فيه مشاكل فاستعان بصامويل لأنه الوحيد اللي عرف يحل المشكلة، وكانت عن طريق إنه يديله الحبوب اللي بياخدها كل شوية دي، والمفروض ياخد 3 كل يوم، وفي حالة إنه وقف الحبوب دي ساعتها هيموت. فطبعا روز خاف إنه لو أطلق سراح صامويل يبطل يعمل له الحبوب دي ويموت، فقرر إنه يحبسه، وإنه كان بيعمل كل ده عشان يحاول يحسن علاقته ببنته بيتي اللي بقت تكرهه بعد اللي كان بيعمله مع هالك، وده لأنها كانت بتحبه. وقبل ما يخلصوا كلامهم صامويل بيسيطر على 2 من الطيارين الأمريكان وبيخليهم يضربوا القوات اليابانية، وبتبدأ معركة بين اليابان وأمريكا. ساعتها بيتدخل سام وروس وبيحاولوا يقنعوا اليابان إن اللي حصل ده هم ملهمش ذنب فيه، لكن طبعا محدش بيصدقهم. فبيقرر سام بمساعدة
بخطة خواكين إنهم يدمروا الطيارات الأمريكية الخارجة عن السيطرة، وده علشان يوقفوا الحرب. وفعلا بينجحوا في إنهم يوقفوا الطيارات الأمريكية اللي خرجت عن السيطرة. وبيكون في صواريخ كمان تم إطلاقها من اليابان على الأسطول الأمريكي، لكن سام بيوقفهم كلهم ما عدا صاروخ واحد بس، والصاروخ ده بيجي في خواكين وبيصيبه بإصابة حرجة، لكن بيتم إنقاذه. وقتها بيكون روس لوحده متعصب جدا بسبب اللي بيحصل ده، وساعتها صامويل بيخترق الاتصالات وبيقعد يكلمه يعصبه أكتر، وجسم روس بيكون بيحصل فيه حاجة غريبة. بس في آخر لحظة بتيجي واحدة من مساعدينه بتقوله إن سام وقف الحرب والدنيا رجعت تمام، فساعتها بيرجع يهدى وبيتعصب صامويل بسبب فشل خطته، وبيطلب روس الاتصال برئيس وزراء اليابان عشان يعملوا الاتفاقية من تاني. بعدها بنشوف خواكين وهو في المستشفى وبيكون بيعمل عملية، وبيبقى سام حزين جدا وشايف إنه مش قد المسؤولية. بس بيجي باكي صديقه والمشهور باسم ذا وينتر سولدير وبيهون عليه وبيشجعه. ساعتها القائد صديق سام بيعرف إن في مادة مشعة في الحبوب وبيكون لسه هيكلم سام، لكن بيجي صامويل وبيقتله. وفي الوقت ده بيعمل روس مؤتمر كبير عشان يتكلم فيه عن اللي حصل الفترة اللي فاتت، وساعتها بيكون سام قاعد وبيجيله صامويل وبيتكلم معاه، فبيقوله إن هو السبب في فشل الخطة بتاعته، وعلشان كده هو جه يسلم نفسه علشان خطته تنجح. وبنكتشف إن صامويل مش عايز يقتل روس ولا حاجة، ولكنه عايزه يتحول لوحش زي ما صامويل بقى وحش، فعشان كده كان بيحط له مواد مشعة في الحبوب دي وبيزودها كل فترة علشان روس يتحول. فبيتم القبض على صامويل وبيروح سام بسرعة عشان يلحق الرئيس قبل ما يحصل له مصيبة. في الوقت ده بنشوف المؤتمر بتاع روس وبيكون في صحفيين عمالين يسألوه أسئلة مستفزة وهو عمال يتعصب، وفجأة السماعات بتشتغل وبيكون صامويل عمال يعصب في روس أكتر، لحد ما فجأة بيبدأ جسمه يتحول وبيتحول لهالك الأحمر، فبيكون خارج عن السيطرة وبيبدأ يدمر في المكان. لكن سام بيجي عشان يلحق الموقف، وساعتها بتقوم معركة شرسة بينهم، وبيكون سام مش قادر يوقف روس وبيدمر روس البيت الأبيض، والمعركة بتنتقل لأماكن كتير وبيدمرها روس كلها، لحد ما سام بياخد روس على حديقة كانت بيتي بنته بتحبها، وبيحاول إنه يلعب على عاطفة روس علشان يرجعه لطبيعته. لكن للأسف الموضوع بيفشل وبتكمل المعركة بينهم، وبيكون خلاص روس قرب يقتل سام، لكن في آخر لحظة بيعرف إنه يضرب روس في جرح كان سببه له أثناء المعركة وبيهرب منه، وساعتها بيشغل قوة الجناحات بتاعته وبيقدر إنه يفعل ضربة قوية قوي بتوقع روس وسام من قوتها، فبيغمى على سام وبتيجي روز وقوات الأمن وبينقذوا سام. لكن روز بيكون لسه متحول، فسام بيتكلم معاه وبيهديه وبيقدر يرجعه لشكله الطبيعي. ساعتها بتيجي المستشفى وبتاخد روز، وبعد كده بنشوف إن إسحاق بياخد براءة، وبيتم حبس روز بعد ما بيسيب الرئاسة وبيعترف بكل اللي عمله. وبعدها بيروح سام عشان يتكلم مع روز في السجن وبيقول له إن كل اللي حصل ده بسبب الحبوب اللي صامويل اداهاله، وده لأنه كان بيحط فيها مواد مشعة علشان تخليه يتحول. وبتيجي بيتي وبتتكلم مع أبوها، وده لأنها شافت إنه اتغير، وروز بيكون فرحان جدا. وبعدها بيتكلم سام مع صامويل، وبيكون صامويل عمال يتكلم عن كائنات غريبة جاية من عوالم تانية وهتكون جاية علشان تدمر الأرض. وهنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشاركنا في كل جديد، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.